عايز اتكلم معاكم النهارده في مشكله من مشاكل العلاقات الزوجيه، واللي هي تكاد تكون السبب الرئيسي او يمكن نسبه 70% من اسباب الطلاق او الانفصال بتكون بسببها. مشكله العلاقه الجنسيه في الجواز. المشكله دي بتكون مشكلة كبيرة، بتكون ليها أفرع كتيرة جدا. للأسف احنا كمجتمع عربي بنخاف نتناقش فيها ونخاف نتكلم في تفاصيل فيها، خاصة الست بيكون يعني شبه محرم عليها انها تتناقش في اي حاجة او تشتكي من حاجة او انها يكون ليها طلب في العلاقة. كل ده حاجات شبه محظور عليها. خلينا اتكلم معاكم النهاردة على اهم اسباب مشاكل العلاقة الزوجية وازاي نعرف نتعامل معاها، او بالاخص العلاقة الجنسية في الجواز. خلينا اتناقش معاكم، بس ما تنسوش تعملوا لي فولو وكومنت وشير ويلا بينا. مبدئيا كده وقبل ما اتكلم في اي حاجة فيما يخص مشكلة العلاقة الجنسية ما بين الزوج والزوجة، لازم بس تبقوا فاهمين ان كلامي هو موجه للراجل وللست. انا مش بتكلم ولا منحاز لطرف من الاطراف. المشكلة لما هذكرها هتكون بتخص الراجل والست، لان الاتنين احيانا بيعملوها. اتكلم على اول حاجة وهي النظافة الشخصية. النظافة الشخصية من الحاجات المهمة جدا جدا اللي لازم نركز عليها، لانها من اكتر الحاجات المنفرة في العلاقة، وده بالنسبة للراجل والست. يعني نظافة الاسنان، نظافة الجسم. ما ينفعش ان انا اكون مهمل ابدا في النقطة دي، لانها بتأذي. وكتير جدا من الناس ما بيبقوش قادرين يواجهوا الطرف التاني، بيبقى فيه احراج ان انا اقول. فيا ريت انتوا تبقوا مركزين على الموضوع ده، يا ريت نهتم بنفسينا جدا، لانه ده بيساعد جدا في انجاح العلاقه. تاني حاجه هو مظهرنا في البيت. بالنسبه للمظهر بتاعنا في البيت بمعنى ايه؟ يعني كتير جدا بشوف من الناس انه واحنا خارجين بنقف نمكيش ساعة ونحط برفيومز ونقعد بقى نظبط هدومنا ونكويها ونظبط حالنا، وقاعدين في البيت بقى يعني حاجة ما يعلم بها الا ربنا صراحة. يعني بتبقى الأوضاع في البيت، أنا بتكلم برضو على الراجل والست، إنه بتلاقي مثلا التيشيرت داخل جوه البنطلون يعني والحاجة يعني بتبقى فلة يعني ومشمرين، ويعني ما ينفعش. يعني احنا لازم نخلي بالنا من مظهرنا زي ما بنكون خارجين وبنهتم بمظهرنا بره البيت، لازم نهتم برضو بمظهرنا جوه البيت، وبالعكس ده كمان اكتر، لان انا هنا بهتم لجوزي وبهتم لمراتي. المفروض ان احنا نشوف بعض في احسن صورة عشان يكون في نفس للعلاقة، وبرضو يساعد على انجاح العلاقة الزوجية. نروح بقى للنقطة الثالثة، وهي ان احنا بنستنى كتير. يعني بيحصل انه بستنى لاخر اليوم، سواء الزوج او الزوجة. يعني مثلا الزوجة ممكن تكون ما بتشتغلش والراجل راجع تعبان من الشغل طول اليوم، وهي عايزة يكون في علاقة. طب هو ممكن يكون مجهد طول اليوم في الشغل، ممكن يتعرض لضغط نفسي وضغط عصبي. ما ينفعش ان انا استنى ان يكون راجع من الشغل اخر اليوم واضغط عليه. لازم يكون الموضوع جاي برغبه منه. وبرده نفس الكلام بالنسبه للراجل للست. يعني ما ينفعش تبقى هي برده طول اليوم شقيانه مع العيال ومذاكره وتنظيف وغيره، واجي برده في الاخر يعني اطلب منها، ولو ما نفذتش يبقى انت مش مدياني حقي، يبقى انت مش عارف ايه، وابتدي يعني ارمي عليها اتهامات بالتقصير، وان انا بقى لما اروح اخونك يبقى انا عندي حق، وكل الكلام ده ما ينفعش. صحيح العلاقه ما بتستناش توقيت معين وما بتتظبطش بتوقيت معين، بس مهم جدا ان احنا برضو يكون عندنا ذكاء في اختيار التوقيتات، وهل فعلا اختيار التوقيت ده مناسب للشخص معايا ولا لا. المشكله الرابعه من مشاكل العلاقات هي مشاهده الافلام الاباحيه، ودي كارثه خطيره بيقع فيها معظم الرجاله، وللاسف دلوقتي كمان بقى في بنات وستات بتتفرج على الافلام الاباحيه. طيب يا جماعه، المشكله في الموضوع ده انه بيلعب على برمجه العقل الباطن. ازاي؟ احنا في الافلام يعني لو هنتفرج عليها بنشوف مشاهد ما هياش مشاهد منطقيه، وما هياش مشاهد ليها علاقه باي حاجه بالواقع، واقع العلاقه الفعليه. لانه مثلا لو هنتكلم على المدد اللي بيتعمل فيها على الفيلم، يعني لو احنا بنتفرج على مشهد او فيلم فبيتفرج عليه مده طويله جدا، وحقيقه الامر ان المشهد ما بيكونش بكل المده دي، وان بيكون فيه بريكات وبيكون فيه
يعني تنظيم وتصوير وقصه واخراج، ويعني الموضوع ما بيبقاش كده. طبعا هما كمان بيبقوا مستخدمين منشطات، فبالتالي هي مخليهم في اوضاع غير طبيعيه. وطبعا المنشطات من الحاجات الخطيره جدا ان احنا نستخدمها، يعني لانها بتؤدي الكوارث. المؤثرات الصوتيه والمشاهد والافكت اللي بتتعمل على وشوشهم واجسامهم وكل الحاجات اللي بتتعمل دي كلها حاجات بتبرمج العقل الباطن على انه هو ده شكل العلاقه، هي دي الست اللي لازم ابقى معاها، هو ده الراجل اللي انا عايزاه، او هو ده الراجل اللي معايا. وبعدين انا ببص بقى الاقي الراجل التاني يعني مش هو نفس الشكل ولا نفس الجسم ولا نفس اي حاجه، ولا نفس طبعا الخدع البصريه اللي بتحصل وبتخليكي تشوفي مشاهد مش طبيعيه. كل ده يا جماعه بيبرمج العقل الباطن لشكل علاقه مش مظبوطه. بلس بقى او بجانب بقى ده ايه، انه بيؤدي كمان للانحراف في العلاقات الجنسيه. يعني بيبتدي بقى نطلب حاجات محرمه، خصوصا ان هما في الافلام دايما بيركزوا على المحرمات، فنبتدي نطلب حاجات غير اللي ربنا شرع بيها، وانه خلاص بقى تبتدي دماغك تتبرمج ان هو ده المتعه يا اما بلاش. فموضوع الافلام ده مهما كلمت فيه موضوع بحر طويل، بس صدقوني بيؤدي الكوارث، فاحذروا احذروا احذروا من مشاهده الافلام الاباحيه. طيب خامس مشكلة بتقابلنا هي بعض الرجالة للأسف بيدخل العلاقة وهو بيدور على متعته الشخصية وبس، ويمكن في منهم مش فاهم إن الست كمان بيحصل لها نفس الإحساس أو الحاجة اللي بتحصل له لما بيجي ينتهي اللي هو يعني النشوة الجنسية أو غيره، أو إن هو بينتهي من فترة القذف أو كده. فهي كمان بيحصل لها نفس الحاجة. في رجاله ما تعرفش، وفي رجاله بتتعامل بانانيه جدا في العلاقه، وانه الست كمان من حقها انها توصل للاحساس ده. بس الموضوع هنا بيختلف ما بين الراجل والست، فان الراجل سهل جدا الموضوع ده انه يحصل معاه، لكن الست بتحتاج تمهيد وبتحتاج انك انت تفهم طبيعتها، وانه يفضل طبعا انك انت ما توصلش لمرحله القذف الا معاها، او تتاكد ان هي وصلت للمرحله دي كمان، لانه هي بعدها بتحس ان هي مهانه جدا، وان هي ما وصلتش للمتعه، وانه يعني العلاقه بالنسبه لها بقت ناقصه مش كامله. وانت اكيد ما تحبش ان دي تكون الصوره اللي انت بتوصل لها مع مراتك، فانتبهوا الموضوع ده. وكان في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن سيدنا انس قال: لا يقع احدكم على امرأته كما تقع البهيمة، وليكن بينهما رسول. وقيل: ما الرسول يا رسول الله؟ قيل: القبلة والكلام. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. سادسا بقى الحاجات اللي بتحصل برضو، انه لازم الست تفهم ان الراجل برضو طبيعته مختلفة عنك اثناء العلاقة. يعني الراجل بمجرد ما انتهى من العلاقة فهو احساسه بيختلف تماما، فبلاش يعني الموضوع بيكون غيرك. الست ممكن انها تستمر بعد انتهاء العلاقه او انتهاء النشوه الجنسيه، الست ممكن تستمر تاني، لكن الراجل بيحتاج فتره انه يرجع يخش في المود بتاع العلاقه تاني، وهي بتبقى مده علميا يعني هي ساعه ونص تقريبا. فالراجل بيحتاج انه يفصل، فبلاش انك تطلبي منه انه يعمل ده تاني، او انك تفضلي تستمري باي شكل من الاشكال في العلاقه، لانه ده احيانا بيسبب له هو نوع من الضغط النفسي، وبالتالي بتتعرضوا لموقفين: يا اما انه بيحاول يضغط على نفسه ويستمر معاكي، اما انه هينفرج. وهنا بقى انا بتكلم على العلاقه الزوجيه، عشان خاطر بس ما تلاقيش يعني واحده مثلا تكون مع حد في علاقه ممكن يكون بيتقابلوا كل فتره، ممكن تكون علاقه يعني والعياذ بالله مش علاقه حلال، فبالتالي يجي بقى السبع رجاله ببعض يقول لها: شايفه انا اهو، شوفي بيقول ايه، انا الحمد لله اقدر يعني بكون كذا مره وكده. بس طبعا يعني وارد جدا يكون هو بياخد اي نوع من المنشطات. فالطبيعي ان الراجل لازم ياخد فتره هدنه ساعه ونص من بعد العلاقه، ويفضل ان ما نعرضوش لاي ضغط عشان ما نتحطش في موقف مش حلو لا ليه ولا ليكي. طيب نروح للنقطه السابعه، وهي التدخين. التدخين برضه بالنسبه للراجل او للست،
ايا كان مين فيهم المدخن لازم ننتبه جدا للموضوع ده، لانه برضو من الحاجات اللي بتسبب نفور للعلاقه. يعني عشان اكون داخل على العلاقه وانا شخص مدخن لازم تبقى فاهم او تبقوا فاهمين حاجه، انه ريحه السجاير دي بتبقى في الهدوم، بتبقى في الشعر، بتبقى في الايدين، بتبقى في الجسم كله. فلازم اخش اعمل عمليه اغتسال كامله، يعني لازم اخش اخد شاور كويس جدا واسناني ومضمضه وكل حاجه، وبحيث بقى ان طبعا احط بيرفيومز والبودي سبراي والحاجات دي، بحيث ان يعني اتخلص من الريحه دي تماما، لان ممكن يكون الشخص التاني بيتاذى جدا جدا من ريحه السجاير. وللاسف كتير برضو بيهملوا الموضوع ده، رغم ان ممكن تكون الست قالت او يكون الطرف قال انه انا بتضايق من ريحه السجاير، وبرضو الطرف التاني بيتجاهل الكلام. طب فيما يخص برضو فرع تاني من موضوع ريحة السجاير، هو ريحة النفس عموما. ريحة النفس تبقى احيانا ليها اكتر من سبب. يعني مثلا لو هنتكلم من الاسباب الداخلية، هي مثلا ممكن القولون يسبب ريحة نفس مش حلو، ممكن المعدة، السنان. مش بس غسيل الاسنان، لازم عملية تنظيف الاسنان اللي هي بتبقى عند الدكتور، يعني لو نقدر نعملها يا ريت، يا اما نحافظ على نظافة اسناننا بشكل مستمر، عشان خاطر ده بيبقى مهم جدا. ريحه النفس من جوه بتبقى محتاجه حاجه مش بس البان وغيره، لا، او ان انا اغسل سناني، لا خالص، لان ممكن يكون النفس طالع من المعده او القولون. فلازم اشوف اسباب النفس ايه اصلا، واشوف اذا كان القولون ملتهب او المعده فيها مشكله او غيره. يفضل ان احنا نهتم بالموضوع ده، لانه برضو من الحاجات المؤذيه جدا جدا. وياما يعني جالي حاجات كده في الجلسات انه شكوى اثناء العلاقه انه برضو بيكون اسبابها النفس. نروح بقى للمشكلة التامنة، وهي انه المشكلة في العالم العربي انه الست متعودة ان الراجل هو دايما اللي بيقود العلاقة، وده مش حلو، وده بيصيب العلاقة بالملل. فيفضل ان احنا نفهم ونتعلم يعني ايه ان العلاقة بتبقى متبادلة. يعني مش لازم الراجل دايما هو اللي بيقود العلاقة، لان ده بيصيبه بالملل. وبالتالي كمان لو هو بيتفرج على افلام اباحية، فهو بيشوف انه بعض الستات او بعض الافلام اللي بيشوفها الست بتقود العلاقه ومسيطره جدا في العلاقه، فبالتالي هو بيبقى نفسه في ده. فاحنا نتعلم ده، ومش هنتعلم ده اكيد من ان احنا نروح نتفرج على افلام اباحيه، لا، في يا جماعه دلوقتي في حاجات وفي كورسات وفي حاجات بتتاخد في اماكن محترمه واماكن موثقه، بتعلم ازاي العلاقه تكون بتتعمل بشكل سليم والكلام من ده. وفي دكاتره كتير موجودين، وفي حاجات كتير جدا ممكن نتعلم منها ازاي العلاقه تبقى سليمه، وازاي ان الست تتعلم ازاي ان هي كمان تقود العلاقه، عشان يبقى الموضوع متبادل ونقدر نحافظ على شكل علاقه كويس برضه. المشكلة التاسعة وهي السمنة المفرطة، ودي برضو من الحاجات اللي بتسبب أزمات في العلاقة الجنسية. طيب هنروح لأكتر من شق فيها، وهي إنه مثلا لو الواحد مش متعود إنه ياكل وجبات صحية، وإنه كمان حتى مش بيلعب رياضة، فبالتالي ده مؤثر على النفس، مؤثر على قوته، فبالتالي ما يقدرش الشخص انه يستمر مده كويسه في العلاقه، نتيجه انه نفسه تعبان جدا، نتيجه طبعا كوليسترول، ونتيجه الدهون بقى في الجسم والاورده والشرايين والريسبيراتوري سيستم او الجهاز الدوري التنفسي بتاعه مش احسن حاجه. فده برضو بيخلي الواحد كمان انه بيسبب ضعف في العلاقه الجنسيه عند الراجل. فده كل حاجات دي بتسبب ان العلاقه ما بتبقاش افضل حاجه. كمان انه السمنه المفرطه، واحد وزنه جامد او عالي يعني بيكون كمان ما عندوش قدره على انه يعمل اوضاع في العلاقه، يعني بيكون اخره ممكن وضع او اتنين اللي هم مريحين بالنسبه له، وده برضو بيسبب ملل كبير جدا في العلاقه. فيا ريت نحافظ على صحتنا ونحافظ على الوجبات الصحيه لو ما كناش قادرين نلعب رياضه، ويا ريت لو نلعب رياضه ونتمشى حتى لو نص ساعه كل يوم كل يومين، بس نبقى بنعمل اي اكتيفيتي او رياضه تحرك الدوره الدمويه في الجسم وتحسن من ادائنا. نروح بقى للنقطه العاشره، وهي التعليقات السلبيه. يعني كتير جدا بشوف انه برضو ناس بتعاني هي او هو بيقولوا لبعض تعليقات سلبيه.
تعليقات سلبيه مثلا، هنا انا مش بتكلم في ان انا الحاجه اللي مضايقاني ما اقولهاش، الحاجه اللي مضايقاني في العلاقه ممكن اتكلم فيها وبالراحه، لانه هو كمان لازم يدور بينا حوار او نقاش على طبيعه العلاقه. بس بتكلم هنا على التعليقات على الجسم او على اي حاجه ممكن تخلي الشخص يفقد ثقته في نفسه، لانه هنا كتير بيحصل ايه بقى، ان الشخص بيفقد الثقه في نفسه مع الطرف الاخر، وبالتالي ساعات بيلجأ للخيانه، او وطبعا لو لجأ للخيانه بيلاقي نفسه مثلا انه الطرف التاني قال له كلام كويس، ف بيبقى مبسوط ويسترد ثقته في نفسه، فبالتالي بيبقى اداؤه كويس جدا في العلاقه، فبيستغرب هو انا ليه هنا ادائي مش كويس وهنا ادائي كويس. هنا الموضوع بيعمل لخبطه وبيعمل مشكله، وبالتالي الواحد ممكن يلجأ لقصه الخيانه اكتر، او انه حتى لو العلاقه فشلت فبيلاقي نفسه ان هو كان في العلاقه اللي بعد كده او الجواز اللي بعد كده كان افضل بكتير. نبطل تعليقات سلبيه ونبطل مقارنات بحد تاني لو احنا كنا متجوزين قبل كده. هروح هنا للنقطه رقم 11، وهي الشكوى من الخجل الزائد. يعني يكون الشخص اللي معانا ما كانش عنده خبرات قبل كده، او شخص يعني كان متربي في بيئه كويسه جدا وما بيقدرش يقول كلام، او ما بتقدرش تقول كلام معين، او ما بتقدرش تعمل تصرف معين او غيره، فنبتدي نشتكي ونقول يعني نحسس الشخص انه كانه كان عيب فيه ان هو كان شخص محترم، وكانه كان عيب فيه ان هو اتربى تربيه كويسه. احنا المفروض نتبسط بحاجه زي كده ونكون يعني صابرين، ونحاول نعلم الطرف اللي معانا اللي احنا عايزينه، بس مع الوقت. يعني الدين بيقول ان الله اذا ابغض عبدا نزع منه الحياة، فبلاش نندم الناس ان هي كانت محترمه في حياتها. رقم 12، الالتزام بتوقيتات معينه للعلاقه. هو مش وحش ان احنا ننسق العلاقه، وكلمت قبل كده في نقطه سابقه في الموضوع ده ان احنا ممكن ننسق العلاقه او ننسق توقيتات معينه للعلاقه على حسب ظروفنا، يعني بس مش بالمواعيد. يعني انا مش بحسب الوقت، ومش ان يعني مش يوم الجمعه الساعه 3 العصر احنا لازم نعمل كده، لا طبعا ما فيش حاجه اسمها كده. يعني الموضوع بيبقى جماله في الخطفه اللي بتيجي فيه لما بتيجي كده. يعني لو احنا حتى كنا متعودين ننام في توقيتات معينه، بس عادي ممكن قبل ما ننزل نروح الشغل وتيجي لحظه جنان كده نرجع تاني ويلا. يعني خلوا المواضيع تمشي كده بجمالها، عيشوا الجنان واستمتعوا ببعض في حلال ربنا، مفيش اجمل من كده. النقطه رقم 13، ودي نقطه مهمه جدا، ويعني بفضل ان احنا يعني نركز فيها، هو النقاش في شكل العلاقه. يعني مثلا احنا اتجوزنا، وقبل ما نتجوز ما كناش عارفين شكل العلاقه بينا، او يمكن يعني لو اول جوازه يمكن ما دارش بينا ان احنا يعني ما رسمناش شكل العلاقه، لكن خلاص حصلت العلاقه بينا، فيفضل ان يكون في نقاش فيما يخص شكل العلاقه. يعني ايه اكتر لحظه استمتعنا فيها، ايه اللي بنحبه، ايه اللي نفسنا نعمله، ايه الافكار الجديده. يعني نحاول دايما يكون في جزء من يومنا او جزء من حياتنا ان يكون نخصص وقت للنقاش في الموضوع ده، عشان خاطر هنا كل واحد يعرف يوصل اللي بيحبه بطريقه كويسه، بطريقه مقبوله يقبلها الطرف التاني. وبرضه لو في حاجه بتضايقني ممكن اقولها بس بصنعه لطافه. النقطه رقم 14، وهو تغيير وضع الجماع. وده اللي ذكرته في النقطه اللي قبليها، انه نكون احنا متناقشين، بس بحيث انه ما نجيش فجأة اثناء العلاقة ممكن نغير الوضع الجماع. ممكن يكون الشخص بيتعب من الوضع ده او بيتأذى من الوضع ده، ممكن يكون عنده مشكلة معينة. عشان كده بقول انه يفضل ان احنا نتناقش فيما يخص شكل العلاقة، عشان ما يحصلش موقف اثناء العلاقة يضايق طرف او يأذيه، فبالتالي يحصل موقف درامي في اللحظة دي ممكن يسبب أزمة نفسية عند بعض الناس. نقطة رقم 15 والأخيرة، إنه إذا الست عرفت إنك أنت خنتها أو اتجوزت عليها، يعني مش لازم تكون خنتها في الحرام أو غيره، إذا سامحتك عشان هي بتحبك
لازم تبقى عارف ان عندك مشكلة يعني امرها كبير شوية، انه كتير هي ممكن تسامحك عشان لسه باقي عليك او عشان العيال او غيره، لكن دايما هيكون عندها مشكلة انها مش قادرة تنسى انك انت خنتها. كتير جدا ممكن لما تحصل بينكم العلاقة هي هتتخيلك وانت مع الشخصية التانية، فده ممكن يسبب لها نوع من الأزمة والرفض للعلاقة. فعليك انك تكون ذكي، وعليك انك تتفهم الوضع اللي انت حطيت نفسك فيه وتصبر عليها وتحاول تراضيها، ودي مسؤوليتك انت بقى يا معلم، انك انت تحل المشكلة اللي انت عملتها لنفسك. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، ومستني تعليقاتكم، وما تنسوش تدعموني بالفولو والشير، والسلام عليكم.